استثمرنا المجتمع الدولي، صندوق الاعمار، استثمرنا البنك الدولي، استثمرنا UNDP، استثمرنا المنظمات الدوليه. حاولنا ننسق وياهم بشكل كبير جدا، لان وجودك على الارض وقريب على المشروع وقريب على الاولويات والخدمات اللي وضعناها. حقيقه كان نسبه الدمار كبيره جدا للقرى، بس كانت هناك عوامل واصرارنا كحكومه ومجتمع ودفع المجتمع معنا، الاستقرار المجتمعي بشكل عام انا اقول، مو بس الاستقرار السياسي، كان مهم جدا بالنسبه لنا. للصيت اللي وصل لنا عن الإعمار وعن التقدم والتطور اللي صار في مدينة الرمادي، بصراحة مثل ما تفضل الأستاذ طلال، إنه إحنا شجعنا في إنه ننقل هاي الصورة الجميلة اللي صارت جزء عزيز علينا بالعراق، حتى ننقلها وتوصل هذه الرسالة مو فقط للعالم وإنما للعراقيين أجمع من شماله إلى جنوبه. ليش دائما نقول روحوا شوفوا الإقليم شلون صار، شوفوا الإقليم شلون صار، خلينا نقول شوفوا الغربية شلون صارت. الموقف اللي البطولي والبيوت والحصار اللي صار، فهذا موضوع جدا مهم دراميا حتى عربيا وعالميا. محافظة تشتغل تصير عند الآخرين تفاؤل. يلا الأنبار وأهل الأنبار والقائمين على الأنبار، وقلت لك هذه الفرحة فرحة عراقية، عراقية بحتة، ونتمنى كل المحافظات العراقية تحذو هذا الحذو. للجميع بهذه التجربة الرائدة. حضورنا اليوم هو أكبر دليل على استقرار وجمال هذه المحافظة. الآن نحن أمام مسلسل نقوم بتصويره في محافظة الأنبار، مستثمرين كل الأشياء الجميلة والبناءات الجميلة التي ستكون إن شاء الله فاتحة خير لكل المسلسلات. شكرا لكم وتحية لأهل الأنبار، حكومة محلية وشعب وكل قواتها التي وقفت معنا. شكرا جزيلا.